لتطهير ليبيا شبر شبر، بيت بيت، دار دار، زنقة زنقة. عارفين موضوع الشبر ده بيفكرني بإيه؟ بيفكرني بقصة الراجل اللي قتل 99 نفس وراح للراهب وسأله هل لي من توبة؟ الراهب رد عليه وقال له لا طبعا. فقام مكمل بيه الألبوم 100 وسأل عن أعلم أهل الأرض. ولما راح لأعلم أهل الأرض سأله قال هل لي من توبة؟ قال نعم، لكن الأرض اللي أنت فيها دي أرض معصية، أنا عايزك تروح لأرض طاعة وتعبد فيها ربنا. الراجل ما كدبش خبر وجري بأسرع ما يمكن عشان يوصل لأرض الطاعة، بس وهو في السكة مات. نزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وربنا أوحى ليهم إنهم يقيسوا من مكانه ويشوفوه هو أقرب لأنهي أرض. المفاجأة إنهم لقوه أقرب لأرض الطاعة بشبر. شبر واحد بس. الشبر ده ياخد منك مشي قد إيه؟ أقل من ثانية، ده بالكتير قوي ثانية. الثانية دي كانت فيصل في حياة الراجل ما بين الجنة والنار. أنا عايزك تتخيل كده لو الراجل ده أجل توبته لبكرة، قال بس بكرة هتوب، قصته كانت هتبقى مختلفة تماما. فأنت كمان ما تسوفش توبتك. ما تقولش أنا هتوب لما أكبر، أنا عايز أعيش اللي هم عاشوه، أنا لسه صغير. اوعى تقول هصلي بعدين. ما تقوليش أنا هتحجب لما أقتنع، أو هظبط لبسي لما أوقع الموز العريس التمام وبعد كده أبقى أظبط لبسي. عمرنا وحياتنا بإيد ربنا، والموت بيجي في أي لحظة. أنا وأنتوا ما نضمنش نكمل الفيديو اللي إحنا فيه دلوقتي. فما تأجلش توبتك. كلنا لينا قصة، وقصتك ممكن يبقى فيها الثانية برضه فيصل ما بين جنة ونار. توب دلوقتي حالا. سلام عليكم. قد تندمون يوم لا ينفع الندم.